انت دلوقتي صاحب مشروع وعاوز تعمل تسويق ورحت لحد متخصص، لازم تبقى فاهم. لو اللي بتتعامل معاه بيفهم، طبيعي اول سؤال ممكن يسأله عن الميزانية علشان يفهم حجم الامكانيات اللي هيشتغل بيها ضمن مجموعة اسئلة زي الهدف براندنج ولا مبيعات ولا حصة من السوق ولا ايه الهدف، معلومات عن المنتج او الخدمة واهم مميزاتك ايه، الفئات اللي بتستهدفها مين، النطاق الجغرافي اللي هتشتغل عليه، المنافسين وترتيبهم، نقاط الضعف عندك ومميزاتهم، والعكس المناقشة في أفكار عن الترويج زي تقديم العروض بشكل غير تقليدي مش بس إعلانات، التوقيتات والمواسم وأوقات الركود لمنتجك وأوقات النشاط، وآليات المتابعة والقياس وحساب العوائد من تكلفة الإعلان بالنسبة لنفس الفترة من المبيعات لو التسويق بهدف المبيعات، الادوات اللي هيتم استخدامها اوفلاين يفط شوارع واماكنها ولا ملصقات ولا اونلاين على جوجل وفيس وانستجرام، حسب الفئه المستهدفه والاماكن ايه اكتر جدوى، واعمل حسابك ان في تكلفه تصميم او عمل فيديو ومحتوى بيتم كتابته باحترافيه ومدروس من متخصصين كتابه محتوى بخلاف تكلفه الاعلان الممول. انما موضوع 3 بوستات بكام واداره صفحه بكام ده لا جدوى منه، او مجرد اعلان ممول بدون هدف او دراسه تسويق كامله وحقيقيه، يبقى الموضوع كده بلح.